ما بغيتكش توصل ولا تا نوصل للثلاثينات ديالنا عاد نبقاو نقولوا لا علاش كنت درت داك القرار وعلاش كنت داك القرار. توصلت لهاد الحياة اللي انا ما باغيهاش دابا. هكاك علاش في هاد الفيديو نوريكم القرارات اللي خاصك تاخذ من العشرينات ديالك باش من بعد ما تندمش. القرار الاول هو دائما ريسكي، دائما ريسكي. انت في العشرينات ديالك كمية الطاقة اللي عندك راه مهولة، وزعما الاوج ديال الطاقة ديالك والقدرة ديال باش انك تتعلم كتكون في البرايم ديالها في العشرينات. دابا انت هي في ديك القدرة العقلية كاملة اللي عندك غتمشي تخليها كامله وغادي تمشي تتبع خياتي غتضيع فيهم الوقت ما كتستافد والو، ما كيعطيوك عاد الدوبامين وصافي. شورت تيرم جين ديال انك تطلع الدوبامين، ولكن لون تيرم جين ما كاينش، ما كتستافد والو. ولا فاش كتمشي مثلا تخرجي مع الدراري اصحابك ولا ما كتعلم والو، ما كدير لا بيزنس لا والو، ما كتضيع الانرجي ديالك الريسورسز ديالك وتا كتريسكي. علميا راه كتريسكي يجيك الزهايمر الا ما تعلمتيش بزاف ديال الحوايج ما كيتبناولكش يمكن سميتهم دوك النيورونز في الدماغ. هاك علاش تيكي ريسك، زعما خاطر، زعما سير خاطر وسير تبع الاحلام ديالك. حيت الداون سايد هو حتى شي حاجه، هي زعما شنو يوقع لك الا فشلتي؟ ما يوقع لك والو. ورست كاي سيناريو هي غادي تكون تعلمتي بزاف د الحوايج ورجعتي تعيش مع والديك ودرتي اكسبيريونس. فاش كتكون تعلمتي بزاف د الحوايج ممكن كدير شي حاجه واحده اخرى وتعاود تنجح فيها. وشنو هو البيست كاي سيناريو؟ ماشي هي الاكسبيريونس اللي غادي دوز، وماشي هي داكشي اللي غادي تتعلم. غادي تكون ربحتي تا داك اللايف ستايل اللي دائما حلمتي يكون عندك، ديال يكون عندك الفلوس وما عمرك تفكر في الفلوس. تقاعد راسك وتقاعد عائلتك، تكون عندك داك التايم فريدم اللي هي اهم حاجه. يكون عندك الوقت دير فيه اللي بغيتي، تمشي تسافر تمشي لاي دوله وكذا. هادشي كامل ممكن يوقع الا قديتي تاخذ داك الريسك. حيت راه الاغلبيه ما كيقدش، كيمشي كيتبع الطريق العاديه الناس كاملين اللي كيديروها كيمشي كيديرها. خصوصا في الماركت المغربيه، حيت الماركت المغربيه غادا وكطلع. يعني داكشي الايجابيات غالبين بزاف على السلبيات، حيت اصلا حتى السلبيات راه مزيانين الا وقعوا وين وين. واحد خونا اللي عنده البودكاست ديال ماي فيرست مليون شنو قال لك؟ كاع دوك خوتنا اللي عرفتهم كاملين ستارابس اللي داروا فشلوا، ولكن ما عمري عرفت ولو واحد كمل منين بدينا مجموعين حتى المورا ديك 15 عام وما حققش داكشي اللي بغا. يعني واخا يفشلوا لك دوك ستارابس، واخا يفشلوا لك دوك البيزنس، واخا يفشلوا لك دوك البروجيكت، ولكن انت ما كتفشلش. انت كتكون تعلمتي وزعما تعرفتي على بزاف د الناس، خديتي بزاف ديال الاكسبيريونس، كرييتي بزاف ديال القصص. خاصك غير تصبر، ما تكويتيش، ما تستسلمش، ما تخرجش على داكشي اللي كديرو. كيبقى القرار ديالك. واش تكون بحال اي واحد عادي تولد في هذه الحياه، جا عاش الحياه اللي كتعطيها له كيمشي معاها، ولا غادي تكون اوتستاندينغ تاخذ ريسكس وتحل مشاكل وتقاعد عائلتك وتقاعد راسك ويكون عندك تايم فريدم ولايف ستايل فريدم، تقدر تعزل تزيد امباكتي ناس واحد اخرين، دول واحد اخرين ويا غادا. القرار الثاني اللي خاصك تاخذ في العشرينات ديالك اللي هو التزم بحاجه وحده. اختار حاجه وحده والتزم بها. شحال من واحد كتلقاه كيمشي كيشد مثلا بزاف ديال البيزنسات، كيدير بروغريس شويه هنا شويه هنا شويه هنا شويه هنا، ولكن ما عمرو دار شي بروغريس اللي هو كبير اللي هو مينينفو. دائما كتلقاه مجرجر. هنايا كتلقى شي مشكل خاصو يمشي يحل، عاوتاني كيرجع كيلقى مشكل كيرجع لهنا وما كيتطور في حتى شي حاجه فيهم. ولكن الواحد الا مثلا اختار مجال واحد وحاول دائما يتطور فيه ويحل المشاكل اللي فيه، تما غادي تلقى داك خونا احسن بمليار درجه من هاد خونا اللي تاب هادي وهادي وهادي وهادي. حيت دابا كاين واحد البلان اللي سميتو ذا ديب. المهم قولوا لي في كومونتير الا بغيتي نقول الا بغيتي ندير شي ملخص على هذا الكتاب. ولكن المهم في كل بيزنس ولا في اي مجال ولا في اي مهاره باغي تعلم لها كتكون ديك المرحله الاولى اللي صعيبه. المرحله الاولى اللي صعيبه اللي فين كدير بزاف ديال الخدمه، فين كدير بزاف ديال المجهود والريسورسز وكل شيء وما كتلقاش نتائج. كتشوف بلي الناس ما مسوقين لكش، ما عندكش كليان، ما عندكش مهارات. فاش غادي تصبر على ديك الفتره بما دير مهارات، بما شويه تبني الريبيوتاسيون ديالك، بما دير شي شويه ديال النيتورك وكذا، كدير شي شويه هادو ومع شي شويه ديال لاك. واللاك منين كتجيبو؟ بالخدمه. فاش كتجمع هاد الميكس كامل وكتسنى شويه د الوقت موراها طن تفرقع. ديك الوقيته كامله كتعذب فيها. وصلت واحد المرحله انت بديتي كتفرقع، فهمتي؟ opportunities الفرص كيجيوك، الحظ كيتزاد لك، الحظ مهارات كيتزادوا لك، تعرف ناس حسن كيزيدوا يفتحوا لك حتى هما بيبان جداد، فلوس كيزيدوك، دوك الفلوس عاوتاني كتمشي تانفيستيهم كتزيد شي حاجه وغدا وغدا داكشي كومباوند. داكشي غادي وكيتكومباوند كيتراكم. هكاك علاش ركز على حاجه وحده في العشرينات ديالك
القرار الثالث اللي خاصك دير، اختار انك تطبق على انك تمشي تنيتورك. واحد المره كنت تفرجت في شارك تانك، واحد خونا جا عندهم بواحد البروداكت وكذا، صافي انفيستا فيه مارك كيوبن، ما عرفتش شحال انفيستا بالضبط، مثلا نقولوا 100 مليون. صافي مارك كيوبن واحد المره كيسكرولي في انستغرام، كيشوف داكشي شنو كاين عنده في الفيد وكذا، لقى داك خونا مصافى كيهضر معاه، تيقول له فين راك، فين البروداكت، فين ما سكيليتي ما والو. تيقول له لا راني كان نيتوركي وكذا. قال له لا، ما خاصك لا تنيتوركي لا والو، سير ماركتي راسك، سير بيع، سير طور البروداكت ديالك. ماركتين ما يدير لك والو في هذه المرحله. قال له لا لا ما تخافش، انا عارف شنو كندير. داز واحد 3 سنين بحال هكا، داك خونا شنو دار؟ افلاس. واش شنو كيدلنا على واحد الحاجه، تكون في البدايات ديالك دائما حاول تركز على البروداكت اللي كتعطي، بحيث داك النيتورك ما يعطيكش المهاره ديال انك تطور البروداكت ديالك. فاش كنقول البروداكت، راه ماشي بالضروره يكون شي حاجه في بيزنس ولا شي حاجه في ستارت اب، كنقصد لك لربما يكون كاع حتى في يوتيوب. راه البروداكت اللي كتعطي للاودينس ديالك هما الفيديوهات. لربما تشوفوا البروداكت اللي كنعطيكم انا حاليا ناقص، ولكن مع الوقت غادي وغادي نطور، غادي وكنتعلم، وغادي نطورو، تنخرج بافضل بروداكت ممكن. نفس الشيء غادي نطبقو في بيزنسات واحد اخرين. غادي نمشي ندير شي بيزنس، في بلاصه ما نمشي نيتوركي. نيتورك مزيان كيحل لك ابواب، ولكن اللي اكثر حاجه كتحل لك ابواب هي انك تتعلم في البروداكت بحد ذاته. كيكون عندك بروداكت زويون، هما كيجيو راسهم. بحال دابا مثلا نقولوا شي دري ما عندوش فلوس، ما عندوش فورما، ما عندوش والو، وكيمشي عند خياتي، مشي كيضيع بزاف د الوقت على بزاف ديال خياتي باش في الاخر يقمع. ولكن كتشوف لك واحد اخر خدام على راسو، خدام الفورما ديالو، خدام على الفلوس ديالو، خدام على الدماغ ديالو، على السبيريت ديالو، هذاك لا اراديا هما غادي يجيو عنده. زعما خياتي هما اللي غادي يجيو عنده. بحال هكا حتى في النيتورك، حاول ما تمشيش النيتورك، حاول سير طبق وفشل وتعلم من الفشل، وزيد المهارة ديالك باش هما اللي يجيو عندك. انت عي put yourself out there، زعما حط راسك قدام الناس، حط راسك قدام الناس وفشل وتعلم وطور من برودكت ديالك ومن راسك، وهما ان شاء الله اللي غادي يجيو عندك. رابع قرار خاصك تاخذه في العشرينات ديالك، اللي هو انك تحرك بالزربه. فاش كتحرك بالزربه، اللي هو تحرك بالزربه، فاش كتحرك بالزربه اي مجال، راك كتعلم بالزربه، راك كتسبق الكومبيتيشن ديالك. كان شي واحد كتنافس معاه راك غادي تسبقه. في العالم ديال البيزنس كتاخذ الماركت شير دغيا، كتعلم دغيا، واهم حاجه كتوصل للهدف ديالك. نقولوا كنتي توصل له في 5 سنين، الا كنتي كتحرك دغيا، نقولوا نقولوا كنتي توصل لشي هدف في 5 سنين، وكتخدم مثلا 3 ايام في السيمانه، الا درتي 6 ايام في السيمانه، راك بحال غادي توصل في عامين ونص. عارف شنو هي الفرق ما بين عامين ونص و5 سنين؟ كتقرب حتى الهدف ديالك باش توصل له. هذا البلان هذا غادي تلقاه ما رائج في المجال ديال شركات التكنولوجيا الناشئه. وواحد البرانسيب اللي عندهم دائما: move fast and break things. واخا ماشي بالضروره يكون داكشي اللي كتعطي بيرفكت، ولكن المهم minimum viable برودكت كافي انك تحطه صافي. دابا عطيت 4 ديال القرارات خاصك تاخذهم في العشرينات. القرار السابع اللي غادي نقول هو يكون افضل قرار ممكن تاخذه في حياتك، والقرار رقم 10 هو اصعب قرار ممكن تاخذه. ويمكن نوصلوا لداكشي، شنو اللي جاكم منطقي، شنو اللي ما جاكمش منطقي، شنو كتفقوا معايا، شنو ما كتفقوش معايا، وديروا لايك ونكملوا. المهم القرار رقم 5 هو خلص الدين ديال الجهل. دابا الا سولتك شحال النيتورك ديالك، مثلا نقولوا قلتي لي 5000 درهم، عندك 5000 درهم في المستحوذات ديالك، وانت باغي تولي مليونير، يعني الدين ديال الجهل ديالك، الدين ديال الدين دمك الدين ديال الجهل ديالك كريزي واسميه في شكل، هو مليون دولار قل 5000 درهم. ما عرفتش شحال بالضبط، ولكن المهم مليون دولار قل 5000 درهم. محيت مليون دولار قل 5000 درهم، ما هي الا عباره على نوليج وثقافه ومعرفه خاصك تعرفها. الا ما كنتيش عارف كيفاش تدخل مليون دولار، راك كتخلص الدين ديال انك ما عندكش مليون دولار. حيت المساله ديال انك توصل داكشي اللي بغيتي ولا دير الفلوس في حياتك هي مساله سكيلز اللي عندك، سكيلز ونوليج وكذا. مثلا واش عندك المهاره ديال البيع والشراء، مهاره الانفلونس، مهاره ديال الانسان، ديال التعامل مع الانسان، والنوليج اللي عندك، واش عندك شي نوليج في البيزنس، واش عندك شي نوليج في الماركتينغ. ومساله واحده اخرى هي الكاركتر تريت، صفات الشخصيه ديالك. قلنا السكيلز والصفات ديال الشخصيه. الصفات الشخصيه هي كيفاش غادي تتعامل في كل حاجه جاتك، واش تتعامل بوزيتيفيتي نيجاتيفيتي، شنو غيكون الرياكسيون ديالك من ناحيه ديال المايند سيت،
واش تقول صافي كدا فشلت ما غاديش تكمل. المهم بحال هكا. وثالث حاجه اللي هي البليفز، زعما داكشي اللي كتامن به، واش عندك ايمان قوي بداكشي اللي كتامن به ولا عندك ايمان ضعيف غير غادي داخل الجبهه وعي على الله. هادو هما ثلاثه د الحوايج اللي كيقرروا المسار ديال واش توصل لداكشي اللي بغيتي ولا ما توصلش. سكيلز، الكاركتر تريتس والبليفز، وكاملين كيتطوروا مع الوقت. باش تطورهم من مبادئ كاملين اللي كنقولهم في الفيديوهات الاخرين وفي هذا الفيديو كذا. واحد النقطه بغيت نقولها، علاش طور سكيل سيت ديالك وعلاش طور المهارات ديالك، بحيث نقولوا مثلا من هنا ل 10 سنين وليتي مليونير، ولا عندك ديك الدار اللي بغيتي، ديك الطوموبيله اللي بغيتي، تايم فريدم اللي بغيتي، لايف ستايل اللي بغيتي، العائله فرحانين، انت فرحان، كلشي فجاه كيمشي لك داكشي ولا شي حاجه عاديه. بزاف الناس كيمشيو لهم الثروه ديالهم كامله. دونالد ترامب وكانت مشات لواحد الوقيته. الا كانت حاجه وحده تبقى لك شنو هي؟ النيتورك راه مشالك، الاسيتس ديالك كاملين مشاو، الاصول كاملين مشاو، الفلوس كاملين مشاو، الطوموبيلات مشاو، كلشي مشى. شنو يبقى لك؟ غتبقى لك داكشي اللي في دماغك، يبقى لك المهارات اللي تعلمتي، الصفات الشخصيه اللي تعلمتي، داكشي اللي كتامن به. هادو هما الحوايج اللي كيبقاو معاك، داكشي كامل اللي في الدماغ. اما اللي برا الدماغ ما كيبقالكش. هكاك علاش زعما من الاساسيات ديال اي حاجه هي داكشي اللي في الدماغ وداكشي اللي غادي تتعلم له.